هذه واحدة أيضا من الوظائف الملقاة على عاتق المؤمنين. نحن مطالبون ومأمورون بانتظار الفرج، بل أن انتظار الفرج كما في الرواية اللي صدرنا بها المجلس عن النبي صلى الله عليه وآله: أفضل الجهاد، أفضل جهاد أمتي انتظار الفرج. هذا المنتظر له من الثواب ما للمتشحط بدمه في سبيل الله. زين، انتظار الفرج شنو يعني؟ هذا المفهوم ما هو المقصود منه وما هو المراد من انتظار الفرج؟ باعتبار اكو عدة مذاهب وعدة طرق وعدة آراء لتفسير هذا المفهوم. طبعا ينبغي أن يكون انتظار الفرج وفق ما موجود في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لا إفراط ولا تفريط. لا يعني انتظار الفرج أن أنا أترك كل شيء وما أؤدي أي وظيفة وما أقوم بأي عمل، هذا فهم خاطئ لانتظار الفرج. ولا أقوم أمارس وأفعل أشياء من أجل الإسراع والتعجيل والتقريب للفرج، لا هذا المعنى مقبول ولا هذا المعنى مقبول. الحالة الوسط. انتظار الفرج يعني التروي، التأني، التثبت في أمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان على المستوى الشخصي أن يعد نفسه إعداد كامل ليكون من أنصار ومن أتباع الإمام صلوات الله وسلامه عليه ومن مقوية سلطانه. شلون الإنسان يعد نفسه؟ من خلال أولا الالتزام بالتعاليم الشرعية، هذه واحدة من الوظائف المهمة اللي يفرح بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار أنه منصوب من قبل الله تبارك وتعالى لحفظ دين الناس، حفظ عقائد الناس. فلما يكون الإنسان ملتزم بأوامر الله تبارك وتعالى، مبتعد ومنتهي عن نواهيه، هذا بحد ذاته هو جاي يعد نفسه إعداد صحيح ليكون من المنتظرين للإمام صلوات الله وسلامه عليه. انتظار